لو كنت اشتريت بمليون دولار ذهب سنة 2012 وحبيت تبيع اليوم، عارف كنت هتكسب كام؟ فقط $100,000، يعني 10% مكسب في أكتر من 12 سنة، يعني أقل من 1% مكسب سنوي. إنما لو كنت اشتريت عقار بمليون دولار في سنة 2012، فيلا أو أرض في بالم جوميرا أو إميريتس هيلز، وحبيت تبيع اليوم، كنت هتبيع ب5 أو 6 مليون دولار أقل شيء، يعني مكسب 500%. عرفت ليه انا دايما متحمس للاستثمار في العقارات وانك نحط فلوسنا في العقار؟ وعلى فكره مش هقول لك المصادر تحت وادخل عليها، لا، هقول لك جوجل، افتح جوجل واكتب تاريخ اسعار العقارات من سنه 2020، او اكتب تاريخ اسعار العقارات في اخر 20 سنه وانت هتعرف بنفسك. ويا اللي قاعد وبتقول ايه الكلام دوت، احنا الذهب عندنا من 10 سنين كان بكام ودلوقتي بقى بكام، انسى العمله بتاعتك، خرج العمله بتاعتك من الموضوع. عمله بلدك هي اللي بترخص، هي اللي بسعرها بيقل، مش الذهب اللي بيزيد. الذهب سعره ثابت مقابل الدولار. ولو عاوز تحسبها صح، شوف الدولار كان بكام في بلدك من 10 سنين والنهارده بكام. لو عاوز تحافظ على فلوسك، اشتري بيها عقار. اي عقار في اي مكان هو الشيء الوحيد اللي لازم يزيد مع الزمن. العقار هو الشيء الوحيد اللي لو حبيت تبيع في اي وقت انت اللي بتحدد سعره، يعني ملكش سقف، ملكش بورصة عالمية بتحدد سعر العقار بتاعك. وطول ما انت مش مضغوط ولا مزنوق انك تبيع العقار بتاعك، تقدر تحط وتعمل الارقام اللي انت عاوزها او اللي انت مخطط ليها. اذا محتاج مساعدة او اي استشارة، اتصل على الرقم اللي مكتوب او ابعت لنا على الواتساب او اكتب في الكومنتات واحنا نتواصل معاك. شكرا، مع السلامة.